ليه الجواز بفرق السن فاشل؟ في جوازات بفرق سن نجحت طالما في تشابه ما بيننا، مثلا أفكار، مبادئ، سلوكيات، تفاهم كبير. مبدئيا ما حدش يعرف المستقبل عشان يقدر يقول إن الجواز فرق السن هينجح أو هيفشل. ما نقدرش نعرف. إنما القاعدة الشاذة إن هو نجاح العلاقة بفرق سن كبير، فدي قاعدة شاذة. ما نقدرش إن احنا ناخد القاعدة الشاذة دي ونعممها وننصح بيها الناس. يا جماعة عادي، ده صعب. اللي هو بيكون فيه تقارب من السن بيكون أصلا نجاحها صعب، ما بالك الفرق. طب ايه المشكلة لما بيكون في فرق أصلا في السن؟ إنه بيبقى فيه فروقات في أكتر من حاجة. أول حاجة بيبقى فيه فرق جسدي، إنه الأجسام بيبان فروقات، اللي هي بتوصل بقى 10 سنين كده بيبان فرق العمر ما بين الاتنين، إن حد لسه في مرحلة الشباب وحد ابتدى يخش بقى في الأنتخة. ففي فجوة كبيرة. انه بيبتدي يكون في فرق في الخبرات الحياة، فبيبقى كل واحد شايف الحياة بمنظور مختلف تماما، فدي بتعمل فجوة وبتعمل مسافة ما بين الاتنين مش فاهمين بعض، الاتنين مش مرتاحين مع بعض، لأنه حد وصل لمرحلة إنه شايف الدنيا بمنظور مختلف تماما، أولوياته اتغيرت، احتياجاته اتغيرت، وحد تاني لأ لسه. فبالتالي فرق السن بيصعب العلاقة مش بيسهلها. امتى الفرق السن بعد كده بيبقى مش فرق كبير؟ لما يبتدي بقى يكون في اتنين بيرتبطوا يعني بعد بقى اللي هو الأربعين والخمسين، إن الاتنين تخطوا، ساعتها بقى الفرق 10 سنين مش تفرق كتير. لما يكون العلاقة بتبتدي من بعد الأربعين فيما فوق يعني، فساعتها خلاص يعني الاتنين بيكون الحالة الجسدية والفكرية اتكونت ومستقرة والكلام ده كله يعني. ف اهم حاجه في الموضوع ده كله ايه؟ اللي انا بلاحظه ان احنا بنحاول ان احنا دايما نغش نفسينا، دايما ان احنا بنقول لا 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 دي هتنجح، ونفضل نفتي ونقول ان المستقبل هيبقى زي الفل. ما حدش عارف المستقبل. لما يكون في جرس انذار وحد بينبهنا نسمع له. ده مش معناه ان احنا ناخد كلامه ونقول لا هو كلامه هو الصح، ولا لا ولا نعترض كلامه لا كلامه هو الغلط، وابتدي ان انا اشتغل نفسي بقول لا 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 خلي بالك، كمل زي الفل زي ما لا على فكره في حاجات ناجحه، بس في فشل كتير قوي. فبلاش نغش نفسينا لمجرد ان احنا عايزين حاجة فنقنع نفسنا بيها بالغش. جاوبتك؟